بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، وصلنا لتقييمات الأسبوع الثالث للترم الثاني لسنة 2026، ومع التقييم الأول من نص ضروب الحب، يعني أنواع الحب لابن حزم. بيقول إن للمحبة ضروب، يعني المحبة دي أنواع. إيه أفضلها؟ محبة المتحابين في الله عز وجل، إن إحنا نحب بعض لوجه الله، دي أعلى أنواع المحبة. الثاني محبة القرابة، بحبه عشان قريبي. محبة الألفة والاشتراك في المطالب، نحب بعض عشان لنا مطلب واحد. محبة التصاحب والأصحاب والمعارف. محبة البر يضعه المرء عند أخيه، يعني الخير اللي أنت بتعمله وده يؤدي إلى المحبة. محبة الطمع في جاه المحبوب عشان تخلي المحبوب يحبك. محبة المتحابين لسر، دي بقى الحاجات الخطيرة بقى، نظام مصالح يجتمعان عليه يلزمهما ستره. محبة العشق التي لا علة لها إلا ما ذكر من اتصال النفوس. إيه الكلمة التي تؤدي معنى لا علة لها؟ هل لا مرض لها؟ لا طبعا. لا معنى لها؟ لا طبعا. لا سبب لها. ملهاش علة يعني ملهاش سبب. يضعه المرء عند أخيه. إيه هو اللي يضعه؟ البر. صور البر بشيء مادي بنضعه، حذف الشيء المادي الطرف الثاني، تدينا على طول استعارة مكنية. القراءة المتحررة. قال الرئيس السادات في خطبة النصر يوم 16 من أكتوبر 1973: أيها الإخوة والأخوات، عندما نتحدث عن السلام فلا بد لنا أن نتذكر ولا ننسى، كما لا بد لغيرنا ألا يتناسى، حقيقة الأسباب التي من أجلها كانت حربنا. بيذكر رئيس السادات إحنا حاربنا ليه؟ إحنا حاربنا من أجل السلام. السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام هو السلام القائم على ايه؟ العدل. يبقى احنا حاربنا عشان نحقق العدل، والعدل ده يؤدي للسلام بعدها. ان عدونا يتحدث احيانا عن السلام، ولكن شتان فرق يعني بين سلام العدوان وسلام العدل والحق. ان حربنا لم تكن من اجل العدوان، احنا ما بنعتديش على حد، ولم نكن في حربنا خارجين على القيم والقوانين التي ارتضاها المجتمع الدولي لنفسه. احنا بنمشي بالقانون حتى في الحرب. لقد شهد العالم كله لنا بالحق، وأشاد بشجاعتنا دفاعا عن هذا الحق. لسنا مغامري حرب، وإنما نحن طلاب سلام. ارتضاها. هل اعتاد عليها؟ لا طبعا. اختارها. الفكرة الرئيسة التي دار حولها المقطع: هل ان العدو بيتباهى بالسلام؟ هل ان السلام لابد له من قوة تحميه؟ نحن لا نعتدي على أحد. هي دي مقدمة عن الأدب الأندلسي. بيقول لي إيه الفن الشعري اللي ابتدعه الأندلسيون وتفوقوا به على المشارقة وما سبب ظهوره؟ طبعا الموشحات. طب سبب ظهوره بسبب كثرة الغناء والطبيعة الجميلة في الأندلس. طبعا يعني الجميلة في الأندلس. يبقى الموشحات سبب ظهوره كثرة الغناء والطبيعة الجميلة في الأندلس. يا أهيل الحي من وادي الغضا وبقلبي مسكن أنتم به، ضاق عن ودي بكم رحب الفضا، لا أبالي شرقه من غربه، فأعيدوا عهد أنس قد مضى، تعتقوا عبدكم من كربه. يا أهيل الحي من وادي الغضا وبقلبي مسكن، يا أهل الحي أنتوا ساكنين في قلبي. اسلوب هنا ان ده غرضه ايه؟ اظهار الحب. يقول لهم انتوا ساكنين في قلبي. طيب اللون البياني: عهد انس قد مضى. عهد الانس صوره بايه؟ بانسان يمضي، فحذف الانسان الطرف الثاني، يبقى ده طبعا استعاره مكنيه. طيب من قصه واسلاماه، بيقول لي عايزين حدث من قصه واسلاماه يؤكد صدق هذه المقوله.
وما إن انقطع المدد من دمياط عن الفرنج حتى أذاقهم الله لباس الجوع والخوف وصاروا محصورين لا يطيقون المقام ويخشون الذهاب، فضاقت بهم أنفسهم وبلغت قلوبهم الحناجر فأحرقوا مراكبهم بمثل ما يتقد في نفوسهم من نار الغيظ، ثم خربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. إيه الحدث اللي يؤكد صدق هذه المقولة؟ اللي هي طبعا الخطة اللي هي استطاعوا استدراج الفرنج لشوارع المنصورة ثم هجموا عليهم. طيب التعبير الوظيفي: ابسط البيت التالي في سطرين. وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابة. يعني اللي عايز يحقق أي هدف لابد من العمل، لابد من الاجتهاد. بالعمل والاجتهاد لا يستعصى على الإنسان أي طلب مهما كانت صعوبته. طيب أنه بالعمل والاجتهاد يستطيع الإنسان تحقيق ما يتمنى، فبغير العمل والاجتهاد لا تتحقق الأمنيات. مرة ثانية: إنه بالعمل والاجتهاد يستطيع الإنسان تحقيق ما يتمنى، فبغير العمل والاجتهاد لا تتحقق الأمنيات. المجموعة بقى: إن للمحبة ضروبا أفضلها نفس القطعة. السؤال التالي من نفس القطعة: ما الكلمة اللي تؤدي معنى ضروب؟ هل معناها أبواب؟ طبعا لا. أمال إيه؟ ضروب أنواع. قوله يلزمهما ستره. طيب يلزمهما ستره، صور السر بشيء مادي ممكن نستره، فحذف الشيء المادي تديني استعارة مكنية. طيب ننتقل للقطعة التالية، نفس القطعة معانا. وبيقول لي مضاد خارجين على القيم. هل معناها محبون للقيم؟ لا طبعا. امال ايه؟ ملتزمون، ملتزمون بها. دي خارجين عليها، دي ملتزمون بها. ايه المغزى او الهدف الغير مباشر؟ لسنا مغامري حرب، لسنا مغامري حرب. هل التحذير من اعدائنا اللي بيتربصوا بينا؟ طبعا لا. التأكيد على التخطيط والتدريب ونبل الهدف، يبقى هي دي تدريب وتخطيط ونبل الهدف. عدم ظهور كاتب أندلسي كبير قبل القرن الرابع أو الهجري، لأن شخصية الأندلس، شخصية الأندلس الأدبية لم تكتمل إلا في هذا القرن. طبعا لو حبينا نكمل إن العرب ما كانوش بيتكلموا اللغة العربية، كانوا بيتكلموا اللغة اللاتينية، ولم يجيدوا اللغة العربية إلا في القرن الرابع الهجري، واتخذوها في شعائرهم الدينية. عشان كده ما ظهرش كاتب أندلسي كبير إلا بعد كده في القرن الرابع. سؤال البلاغة: جادك الغيث إذا الغيث هما، المطر يعني نزل، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى في النوم، أو خلسة المختلس، إذ يقود الدهر أشتات المنى، تنقل الخط على ما ترسمه. سؤال بيقول لي يا زمان الوصل بالأندلس. طبعا هنا نوع الأسلوب نداء، غرضه هنا طبعا هنا يا زمان الوصل بالأندلس، أنا بنادي هنا طبر غير عاقل فبتمنى أمنية، فهنا التمني والشوق، التمني والشوق، الحنين والشوق، التمني والحنين. يقود الظهر أشتات المنى، صور أشتات المنى بإنسان يقود،
حذف الإنسان الطرف الثاني تديني على طول استعارة مكنية. استعارة مكنية. السؤال التالي من القصة وإسلامه: دلل من الفقرة على وفاء شجرة الدر لوطنها وحفظها لوصية زوجها الراحل. أخذت شجرة الدر تدبر الأمور وتصدر الأوامر حتى لم يتغير شيء. إنها كتمت خبر وفاة زوجها، أخذت بوصيته، إذ بقي الدهليز السلطاني على حاله والسماط في كل يوم الطعام يعني يمد والأمراء يحضروا للخدمة، وهي تقول دائما السلطان مريض. ما قالتش إنه مات، بتقول إنه هو مريض. ما يريد أن يزعجه أحد، ولكن مثل هذا الخبر العظيم لا يمكن أن يبقى طويلا مكتوما على الناس، فما لبثوا أن شعروا بأن السلطان قد مات، غير أن أحد لا يكسر أن يتفوه بكلمة. يبقى إيه الوفاء؟ اللي هي العمل بوصية زوجها وكتمان خبر وفاته وإدارة أمور الدولة لحين طبعا وصول ابنه تورنشاه. يبقى العمل بوصية زوجها وكتمان خبر وفاته وإدارة أمور الدولة لحين طبعا وصول ابنه تورنشاه. تعبير وظيفي بيقول لي: ابسط البيت التالي في سطرين. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. إن الإنسان عشان يحقق يعني ما يتمنى مش بمجرد بالكلام والأمنيات التافهة، ولكن إيه؟ بالعمل، بالجهد والعمل الشاق. يبقى إن تحقيق الأمنيات لا يكون بمجرد التمني، ولكن بالعمل الشاق الدؤوب يحقق الإنسان ما يتمنى. مرة ثانية: إن تحقيق الأمنيات لا يكون بمجرد التمني، ولكن بالعمل الشاق الدؤوب يحقق الإنسان ما يتمنى. المجموعة الأخيرة المجموعة ج، مديني نفس القطعة وبيقول لي مضاد ستره. ستر السر، هل عكسها إشهاره؟ لا. إقصاؤه؟ لا. إدناؤه؟ لا. إفشاء السر. إفشاء السر. طيب مديني نفس القطعة وبيقول لي شهد العالم. هل هنا مقصود بها رأى؟ لا طبعا. التزم؟ لا. اعترف العالم. لم نكن في حربنا خارجين على القيم ولا القوانين التي ارتضاها المجتمع الدولي نفسه. اشرح العبارة السابقة. يبقى إن المصريين حتى في حروبهم يلتزمون بالمبادئ الإنسانية والقيم والقوانين الدولية. مرة ثانية: إن المصريين حتى في حروبهم يلتزمون بالمبادئ الإنسانية والقيم والقوانين الدولية. بيقول لي دلل على أن الأدب الأندلسي كان مقلدا للأدب في المشرق، فكانوا ينظرون إليه على أنه الأدب الأم. طيب إيه الأمثلة كمان؟ عدم وجود فروق جوهرية بين الأدب في مصر والعراق والأندلس والشام. كل هذه البلاد لا يوجد فروق. ليه؟ لأن كل دول كانوا مقلدين. ما لقلبي كلما هبت صبا عاده عيد من الشوق جديد، جلب الهم له والوصب فهو للأشجان في جهد جهيد. الشاعر كان
في سفر بعيد وكل ما تهب الرياح تذكره بأحبابه فيحزن. لاعج في أضلعي قد أضرما فهي نار في الهشيم اليبس فتشتعل النار في ضلوعه. ما لقلبي. اسلوب ايه ده بيقول لي؟ طبعا اسلوب استفهام، اسلوب انشائي نوع استفهام، اسلوب انشائي طلبي نوع استفهام. غرضه التحسر، بتحسر على بعد احبابه عنه. جلب الهم له، صور الهم بشيء مادي بنقلبه حسب الشيء المادي الطرف الثاني على طول يديني استعارة متنية. السؤال التالي من القصة وبيقول لي: وبرز الشيخ ابن عبد السلام من عزلته فتزعم حركة الدعوة للجهاد في سبيل الله، هو اللي كان بيحض الأمراء للاستعادة لملاقاة الأعداء ودفعهم عن البلاد، ونسى كل اللي بينه وبين السلطان من الخصومة، وكمان السلطان ما كانش موجود فهو اللي أرسل إليه إنه يرجع لمصر لئلا يغار على مصر وسلطانها لاهن باستشفائه. وكان مما قاله في كتابه، نشوف بقى قال إيه للسلطان: إن الإسلام في خطر وصحة السلطان في خطر والإسلام باق والسلطان فان في الفانين فلينظر السلطان أيهما يؤسر. يقول لي الشدائد تزهر معادن الرجال. دلل من الفقر على صدق المقولة. طبعا ابن عبد السلام اللي هو الشيخ يعني نسى الخصومة بينه وبين السلطان وأرسل إليه ليعود إلى مصر لينقذها طبعا من الهجوم عليها. يبقى هنا إيه اللي عمله ابن عبد السلام؟ نسى الخصومة اللي كانت بينه وبين السلطان، وهو اللي أرسل السلطان علشان يجي ينقذ مصر من الأعداء اللي بيهجموا عليها. ابسط البيت: مصر لا تترك أخا في محنة أو تهادن ظالما في الحق غاله. يبقى مصر مهد العروبة التي تدافع عن إخوانها. يبقى مصر لا تترك أخا في محنة، مصر مهد العروبة التي تدافع عن إخوانها في وقت الشدائد، وهي السيف المشهر في وجه الأعداء الظالمين. كده أحبابي نكون انتهينا من التقييمات الثلاثة، يتبقى فقط معنا الأداء الصف والأداء المنزلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، وما زلنا مع تقييمات الأسبوع الثالث، وكنا قدمنا لكم التقييمات الثلاثة وكان متبقي فقط معنا الأداء الصفي والأداء المنزلي، والآن مع الأداء الصفي. في الأداء الصفي من نص ضروب الحب يعني أنواع الحب لابن حزم: الحب أعزك الله دقت معانيه يعني خفيت على أن توصف فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، يعني الحب ما نعرفش حقيقته إلا لما نعانيه، وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة. طبعا الديانة والشريعة هنا ده يعتبر ترادف. وقد اختلف الناس في ماهيته في أصله يعني، وقالوا وأطالوا، والذي أذهب إليه ده رأي ابن حزم أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة، يعني اتصال في الأرواح في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع، فالمثل إلى مثله ساكن، وللمجانسة عمل محسوس وتأثير مشاهد. معنى دقت معانيه للسائلين: هل معناها قويت؟ طبعا لا. هل قلت؟ لا. صغرت؟ لا. خفيت. ايه الفن النثري اللي بتمثله الفقرة السابقة؟ هل ده مقال؟ لا طبعا ما كانش في مقال في العصر ده. هل ده قصة؟ طبعا لا برضه. امال ايه؟ هو رسالة وصفية. طيب حدد الفكرة الرئيسة للفقرة السابقة. هنشوف الافكار اللي مدهاني. هل هنا بتتكلم عن مفهوم الحب وخفاء معانيه؟ هي دي مفهوم الحب. احنا قلنا ان معانيه
لدقتها فهي خفية. ايه اللون البديعي في قوله وليس بمنكر في الديانة ولا محظور في الشريعة؟ هل الحرف الأخير متشابه؟ يبقى ده سجع. ولا الجملتين متساويتين؟ يبقى ده ازدواج. يبقى معانا سجع وازدواج. طبعا عشان هنا الترادف ده ما يعتبرش من ضمن ايه المحسنات. يرى ابن حزم أن الحب يقوم على، لسه قايلين طبعا، على التآلف الروحي، اتصال الأرواح. طيب الجزء الثاني قراءة متحررة عن السلام. بيقول لي يظل السلام المنطقة الأهم في أي حوار حول الصراعات الدولية، فالحروب لا تجلب إلا الدمار والخراب. يبقى هنا بقى هيدينا الحروب دي ما بتجيبش إلا دمار وخراب، والإنسان ما يقدرش يعيش تحت مظلة التهديد والخوف. الحروب تقتل الإبداع، تدفع لإراقة الدماء، ده الحروب. طب لو هنعمل مقارنة، السلام ده البناء والأمن والطمأنينة. في ظل السلام تنمو الدول ويعلو شأن أفرادها وتندفع بهم عجلة التقدم والازدهار للأمام. وإذا نظرنا إلى الساحة العالمية وجدنا أن هناك ذئابا في ثياب البشر يفترسون إيه طبعا دول؟ حقوق الأبرياء. والسؤال هنا، هل عاشت تلك الذئاب في سلام هي وشعوبها بعد ما طبعا أدوا إلى الحرب؟ الكلمة اللي تؤدي معنى تقتل، فهو بيقول لي هنا تقتل الإبداع، تقتل الإبداع. طب ما المقصود بقتل الإبداع؟ هل هزمته؟ هل محو الإبداع؟ هل تؤخر الإبداع؟ أمال إيه؟ تفسد الإبداع. تقتل الإبداع يعني تفسده. طيب حدد علاقة قوله وجدنا أن هناك ذئابا بما قبلها. نرجع للعبارة ونشوف. بيقول لي إذا نظرنا إلى الساحة العالمية وجدنا، ده جواب شرط على طول. أي جواب شرط يبقى العلاقة بتاعته نتيجة. وازن من خلال الفقرة السابقة بين السلام والحرب. لسه قايلين طبعا، وممكن الجزء ده نخططه. الموازنة، نبدأ بالحرب. الحروب تجلب الدمار، أهو الحروب تجلب الدمار والخراب. طب وإيه كمان؟ الحروب تقتل الإبداع وتدفع لإراقة الدماء. ده بالنسبة للحروب. طب السلام هو البناء والأمن والطمأنينة. في ظل السلام تنمو الدول ويعلو شأن أفرادها وتندفع بهم عجلة التقدم إلى الأمام. ندي فرصة اهو لأحبابنا مقارنة بين الحرب والسلام. مش هنكتب السؤال ده، احنا بس خططناه. يبقى الحروب تجلب الدمار والخراب، الحروب تقتل الإبداع وتدفع لإراقة الدماء، تخلي الإنسان يعيش تحت مظلة التهديد والخوف. لو حبينا أيضا نكمل ده. طب السلام ده هو البناء والأمن والطمأنينة. في ظل السلام تنمو الدول، يعلو شأن الأفراد، تندفع بهم عجلة التقدم والازدهار إلى الأمام. ننتقل للسؤال التالي. مقدمة عن الأدب الأندلسي ابن خفاجة. يا أهل أندلسي، يا أهل أندلس، لله دركم، ماء وظل وأنهار وأشجار، ما جنة الخلد إلا في دياركم، ولو تخيرت هذه كنت أختار. إيه غرض الشعر؟ طبعا هنا وصف الطبيعة. وصف الطبيعة. السؤال التالي عايز الغرض البلاغي لكل أسلوب من الأساليب التالية. طبعا هيديني أساليب إنشائية وعايز الأغراض منها. أضاعوني وأي فتى أضاعوا. أي فتى أضاعوا، طبعا ده أسلوب إنشائي نوعه استفهام، بس هو عايز الغرض فقط. غرضه طبعا هنا الفخر والتعظيم. فخر وتعظيم، بس ايه بقى الفخر والتعظيم ده؟ الممزوج بالحسرة، ان هم ضيعوه. بيفتخر بنفسه بيعظم بنفسه، بس ده ممزوج بالحسرة. قال شوقي سلا مصر. أبقى عندي اتنين. أول حاجة سلا مصر ده أمر،
غرضه ايه ده؟ الالتماس. طب الثاني، هل سل القلب عنها؟ ده استفهام، غرضه النفي. طيب هنا في مدح، كيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ورأي أمير المؤمنين. طبعا هنا كيف أخاف الفقر بينفي عن نفسه أنه ممكن يخاف الفقر، فهنا غرضه النفي. قال المتنبي: فليت هوى الأحبة كان عدلا فحمل كل قلب ما أطاقا. طبعا طالما بدأ بليت يبقى ده تمني، تمني، بس غرضه ايه؟ ليت هوى الأحبة كان عدلا، غرضه التحسر. ليت الملوك أيضا تمني، بس التمني ده غرضه ايه؟ ليت الملوك على الأقدار معطية فلم يكن لدنيء عندها طمع، غرضه الاستحالة. طيب، ولكن العلة قد اشتدت على السلطان، بيقول لي الوطن أبقى من الأشخاص. ايه الدليل هنا؟ ايه الموقف اللي حصل يدلك على ان الوطن أبقى من الأشخاص؟ لما المرض زاد على السلطان وأحس ان هو خلاص قرب يموت، فابتدى يفكر في مصلحة الدين والوطن أهم من جنازته ودفنه، فأوصى زوجته شجر الدر، وبإنها تعمل إيه بقى؟ تكتم خبر وفاته. ليه؟ حتى لا يؤثر ذلك على المصريين أثناء الحرب ويضعفهم. يبقى ده الموقف، إن الوطن أبقى من الأشخاص حينما اشتد المرض بالسلطان. طبعا هنا فضل مصلحة الوطن وأوصى زوجته بكتمان خبر وفاته حتى لا يضعف ذلك المصريين، لا يضعف في عزيمة المصريين. تعبير وظيفي مديني الفقرة وبيقول لي لخصها في سطرين. الفقرة دي بتتكلم عن موقع مصر الجغرافي بيأهلها لخدمة العروبة في نواحي عديدة، وإن الوطن المصري بيصل ما بين قارتين كبيرتين آسيا وأفريقيا، وبيلتقي ببحرين عظيمين، بحر القلزم بحر الروم، ومن وراء بحر القلزم المحيط الهندي والعالم الضخم اللي بيحيط بيه، وراء بحر الروم أوروبا، ومن وراءها المحيط الأطلسي أو بحر الظلمات. كل ده ممكن نختصره ونقول إيه بقى؟ إنه موقع مصر الجغرافي يؤهلها لخدمة العروبة في نواحي عديدة. طيب ايه بقى النواحي دي؟ نكمل بقى ان مصر حلقة الاتصال بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهذا الموضع الجغرافي الممتاز قد احتلته العروبة واتخذته محلا مختارا. يبقى نقول موقع مصر الجغرافي جعلها مؤهلة لخدمة العروبة، فهي حلقة الاتصال بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. طيب، وقد احتلته واتخذته محلا مختارا، وكان ذلك مؤهلا لها. مرة تانية، موقع مصر الجغرافي جعلها مؤهلة لخدمة العروبة، فهي حلقة الاتصال بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، وكان ذلك مؤهلا لها. ننتقل للأداء المنزلي.
بيقول لي لو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية لوجب ألا يستحسن الأنقص من الصورة. يعني لو الناس بنحبها عشان جمال الصورة يبقى الأقل في الجمال محدش هيحبه. ونحن نجد كثيرا ممن يؤثر الأدنى، يفضل الأقل في الجمال. يعني ممكن حد أقل في الجمال نحبه ونسيب الأجمل، لأن الجمال جمال الروح. ويعلم فضل غيره ولا يجد محيدا لقلبه عنه. ولو كان للموافقة في الأخلاق، لو الحب بسبب الأخلاق لما أحب المرء من لا يساعده ولا يوافقه. للأسف في ناس ما عندهاش أخلاق مع ذلك بنحبها. فعلمنا أنه شيء في ذات النفس، وربما كانت المحبة سببا من الأسباب، وتلك تفنى فيه. بقى حب لسبب، لمصلحة يعني، تفنى بفناء سببها. فمن ودك لأمر لمصلحة يعني، ولا مع انقضائه أول ما تخلص المصلحة هيسيبك. مضاد يؤثر. يؤثر معناها يفضل. ممكن نقول مضادها يزهد أو يترك. يزهد أو يترك. طب معنى محيدا مهربا أو مفرا. ما المقصود من قول الكاتب ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية لوجب ألا يستحسن الأنقص من الصورة. بيقول لي لو كان سبب الحب جمال الصورة، طبعا هيحصل ايه بقى لو سبب الحب هو جمال الصورة؟ فالأقل في الجمال لن يجد من يحبه. فالأقل في الجمال لن يجد من يحبه. لكن ده طبعا لا يحدث. طب سمتين من السمات الأسلوبية لابن حزم ودلل عليهما بعبارتين. ممكن نقول سهولة الألفاظ ووضوح المعاني. دول السمتين. طب الأدلة نجيب له بقى عبارتين فيهم الألفاظ السهلة والعبارات الواضحة. طيب ممكن نقول لو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية لوجب ألا يستحسن الأنقص من الصورة. لو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية لوجب طبعا لوجب ألا يستحسن الأنقص من الصورة. ألا يستحسن الأنقص يعني الأقل جمالا من الصورة. طبعا هنا الجملة دي تدل على إيه؟ سهولة الألفاظ ووضوح المعاني. مديني نفس القطعة عن السلام بيقول لي معنى تعزز. طبعا تدعم. تدعم وتقوي. ايه الهدف اللي هو يقصده الكاتب في الفقرة السابقة؟ طبعا بيكرهنا في الحرب، بيدعونا للتفرغ للبناء والتطوير. علاقة قوله مما يؤدي لتحسين مستويات المعيشة. لو رجعنا للعبارة بيقول لي يمكن للمجتمعات أن تركز على تطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الإنتاجية. تكون النتيجة إيه بعد كده؟ تحسين مستويات المعيشة. يبقى على طول العلاقة الديني نتيجة. طيب ولادة بنت المستكفي بيقول لي إيه تميزت به الأندلس في شخصيتها عن المشرق؟ سقى الله أرضا قد غدت لك منزلا بكل سكوب هاطل الوبل مغدقي. تميزت بإيه؟ مساهمة المرأة في الحياة الأدبية. في الحياة الأدبية. وطبعا على رأسهم مين؟ ولادة
بنت المستكفي. عايزين الغرض لكل أسلوب من هذه الأساليب. قال أبو نواس: يا رب. طبعا أسلوب إنشائي نوع نداء. يا رب إن عظمت ذنوبي. طبعا طول ما بيكلم ربنا سبحانه وتعالى يبقى غرضه الدعاء. أولئك آبائي فجئني بمثلهم. هل هيقدر يجيبه بمثلهم؟ طبعا لا، فده أمر غرضه التعجيز. أمر غرضه التعجيز اللي هو جئني بمثلهم. ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد. طبعا ده هو تمني. طيب غرضه إيه؟ طبعا التحسر، لأن هي لم تفي بالوعد. ما للخطوب طغت علي كأنها جهلت بأن نداك بالمرصاد. طبعا هنا التعجب، استفهام طبعا، وغرضه التعجب. دعوتك يا بني فلم تجبني. تمام. فردت دعوتي يأسا فردت دعوتي يأسا علي. دعوتك فلم تجبني، يبقى هنا النداء غرضه ايه؟ طبعا التحسر. قطز وبيقول لي: ما مدى التوافق بين مضمون الفقرة وهذا البيت للمتنبي؟ البيت بيقول: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. طيب تعال نشوف ايه الرأي هنا اللي هو مقدم. كان قطز جعل كل همه ان هو يقاتل الكند لارتوا ويضربه بالسيف، فده جعل الكند يهيج ويحاول ان هو يهجم عليه، وبكده قدر ان هو يناوشه ويخليه يبتعد عن الاتصال بجماعته ويبتعد عن باب القصر. يبقى ده الرأي اللي استخدمه قطز واستطاع به ان هو يبعد الكند دارتوا. يبقى فعلا يتفق البيت مع مضمون الفقرة السابقة، فقد استخدم قطز الرأي والحكمة لإبعاد الكند دارتوا. السؤال التالي مديني قطعة وبيقول لي لخصها لي في سطرين. بيقول لي: شاءت الظروف الطبيعية ان تخلي مصر هي الخادم الاول للعروبة، وان ده واجب مقدس بينهض بيه ابناء مصر وحدهم. لا، ده شاركهم فيه كل افواج ابناء الاقطار العربية، بشرط ان هم ييجوا يقيموا في مصر، لانه لو اقاموا في بلادهم ما يقدروش يقوموا بالدور. يبقى مصر هي الخادم الأول للعروبة بمشاركة أبناء الأقطار العربية، بشرط أن يقيموا في مصر حتى يسمع بهم العالم كله. مرة تانية، مصر هي الخادم الأول للعروبة بمشاركة أبناء الأقطار العربية، بشرط أن يقيموا في مصر حتى يسمع بهم العالم كله. كده أحبابي نكون انتهينا من الأداء الصفي والأداء المنزلي، انتهينا من الأسبوع الثالث. انتظرونا في القادم، وفقكم الله.